هذه أرضية سيدي موسى التي تصلح حاليا لزرع البطاطا أو مادة أو شيء آخر في هذه الأرضية، ولا تصلح لكرة القدم. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة اللي غنتناولوا من خلالها الوضع الكارثي ديال الملاعب الرياضية الجزائرية اللي في الحقيقة يعني تثير السخرية. بلد غني بموارده الطبيعية لكن فقير على أرضية الواقع. ما نطولش عليكم خوتي خواتاتي، نخليكم تشوفوا اشنو قالت الصحافة والإعلام الجزائري حول الفضيحة ديال الملاعب ديالها والمنتجعات الرياضية ديالهم. يأتي الناخب الوطني جمال بلماضي للجزائر فيصدم من حالة ميدان مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، سريعا ينقل التربص ولكن شفويا إلى مركز طبرقة هناك في تونس، لكن بعد ذلك تثار ضجة فيتغير القرار سريعا فيتربص المنتخب في قسنطينة. تطرح علامات استفهام كبيرة. لماذا أصبحت أرضية سيدي موسى سيئة ومعها أرضية الملاعب في الجزائر جميعها بدون استثناء؟ هل ما يحدث في الجزائر في أرضية كرة القدم الجزائرية عشوائية وإهمال، أم أن الأمر مقصود؟ لماذا أرضيات الملاعب في الجزائر تصفر في عز الصيف بينما تزداد اخضرارا في ملاعب الخليج التي تفوق حراراتها 50؟ هل كذب مدير مركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى لما رد على المنتقدين وقال بأن أرضية سيدي موسى جميلة وفي أبها حلة؟ أليس من الواجب توفير كل الضروريات للمنتخب ومدربه مثل ما يحدث في كل منتخبات العالم؟ لماذا خرج معارضو بالماضي بهذه الحدة لانتقاده في عز اختيار رئيس للفاف الجديد؟ هل صحيح يريدون رأسه لأنه حجرة عثرة أمامهم؟ لكن بالمقابل نطرح التساؤلات الأخرى. هل أخطأ بالماضي بإلغاء ندوة صحفية التي حرم من خلالها الإعلام والشعب الجزائري من معرفة جديد المنتخب وجديد ما يحدث في أرضية الجزائر؟ أليس من حق بالماضي أو من حق الإعلام أن ينتقد بالماضي مثل ما ينتقد البعض؟ هل كان يجب التريث في نقل التربص سريعا من تونس من الجزائر إلى تونس ونبقيه في الجزائر لأن ذلك يضر بسمعة الجزائر؟ لكن بين كل هذا وذاك أين دور وزارة الشباب والرياضة؟ عشوائية واضحة وضوح الشمس، وضعية مؤسفة جدا للكرة الجزائرية. والله ما نساوش بلي عندنا ملف رانا ندافعوا عليه كما يقولوا قلب ورب تاع احتضان كان 2025 وحتى 2027، وفي في نفس الوقت نشوفوا هذه الامور الغريبة، نشوفوا هذه العشوائيات، نشوفوا هذه اللامبالاة، نشوفوا هذا السابوتاج الواضح. انا نقدر نعتبره سابوتاج هذا حكيم، لان المدير المركز كذب كل الصفحات وكذب كل الناس اللي قالوا باللي ارضيه مزريه ليتفاجأ بها الناخب الوطني ويؤكدها ويشوفها في ارض الواقع باللي كانت ارضيه مزريه. علاش نلحقوا لهذا الامر هذا والله العظيم غير ما يخدمش الكره الجزائريه، والناس هذو والله ما يحبوا هذه البلاد وما يحبوش الخير لهذه البلاد. ولا عندكم تصفيه حسابات صفوها بعيدا عن مصلحه الجزائر وبعيدا عن مصلحه الكره الجزائريه. وعلاش تضروا المنتخب الوطني؟ وعلاش تلحقونا لهذه المتاهات ودوكوا هذه الملاسنات ودوك نلحقوا على بالي الامور هذه راح تزيد حده مع مرور الوقت. طيب أنت طرحت شيء قلت وكأن الأمر، أريد أن أطرح شيئا. هل الأمر عشوائيا ولا مبالاة من أطراف معروفة من زمان بأنها لا تهتم كثيرا ولا تسير بذات النسق الذي نسير عليه في الفترة الحالية لتحسين الصورة الحقيقية للجزائر وإعادة الصورة الواضحة للجزائر، أم أنه فعلا أمر مدبر من أجل ربما إحداث شيء ما أو غضب ما في الجزائر وفي كرة القدم الجزائرية؟ حكيم بين هذا وذاك انا نقول لك سابوتاج. هذا سابوتاج لان مركز سيدي موسى اكد ان الارضيه في ابها حله وان المركز جاهز لاحتضان تربص المنتخب الوطني وكل شيء على ما يرام لنتفاجأ الكل. اكوموسي بار لو سيليكسيون ناسيونال الناخب الوطني يشوف باللي ارضيه مزريه. هنا كاين سابوتاج حكيم، ما راك تخدم الاطراف اطراف اخرى، راك تحوس على راس الناخب الوطني، راك تحوس على اكس او على ايكراك. انت راك تضر الكره الجزائريه، راك تضر المنتخب الوطني، راك تضر سمعه الجزائر. يا ناس عندنا ملف رانا ندافعوا عليه،
تاع الكان اللي ان شاء الله هاد شهر سبتمبر يعرفوا شكون اللي يحتضن الكان 2025. في نفس الوقت انتم في هذا الوقت هذا وكانكم تمدوا سلاح لاعداء الجزائر باش يضربونا به. انتم راكم تحلوا علينا جبهات اخرى باش ينتقدوا الجزائر، باش تسير في الجزائر. هاد الامور هادو ما يتقبلهاش العقل. انا نعتبره هذا سابوتاج حكيم، واللي راهو يدير هذا ما يحبش مصلحه الجزائر، وما راهو يدير حتى حاجه من اجل هذه البلاد هذه اللي قدمت الكثير لكل الناس. طيب نحن نطرح العديد من التساؤلات في هل البعض يقول لك أنه من المفروض أن يكون جمال بلماضي في الجزائر قبل فترة ليرى هذه الملاعب؟ البعض يقول لك ما دخل المدرب بأن يأتي قبل شهر أو شهرين، لأن مهمته هي تحضير تربص للمنتخب وليس تحضير أرضية الميدان مثل ما يحدث في كل العالم. أين أنت في كل من بين هذا وذاك؟ لا احنا دوك نعاودوا نولوا باللي كان عندنا فيدراليه قويه، لو كان عندنا رئيس فيدراليه وكان عندنا مكتب فيدرالي بأتم معنى الكلمه، ناس اكفاء جاوا يخدموا مصلحه الكره الجزائريه ويديفوند لو ستاتيو هذا تاع مسؤولين ومسيرين. ما نلحقوش لهذا الامر، ما نلحقوش، لازم نطالبوا بجمال بلماضي يكون هنا عام كامل. لا ما يكونش هنا عام كامل، لكن على الاقل يكون قبل التربصات بعد اللقاءات يشوف اللقاءات في البطوله الوطنيه. احنا ما راناش هنا باش ننتقدوا بالماضي ولا رانا هنا باش ندافعوا على بالماضي، رانا عايشين واقع مر وواقع مزري. لازم نقولوا وين لازم ننتقدوا حتى واحد ما راه فوق الانتقادات، حتى واحد. خاطش الناس كي تحسن نقول لها احسنت، نقولوا بارك الله فيك، لكن الناس اللي تغلط نقول لها غلطتي. هل فعلا اخطانا لما ذهبنا بالتربص سريعا شفويا الى مدينه طبرقه وكان يمكن التريث؟ ما رايك؟ لا هنا حكيم انا نقول لك اهانه للجزائر باش تروح انت منتخب وطني مهما كانت الظروف. رانا معاك، الناس راهم غالطين، الناس تاع سيدي موسى راهم غالطين، تاع لافاف اللي راهم يسيروا راهم غالطين صحيح. ارضيه مزريه وعندك الحق تغضب وعندك الحق، لكن باش تنقل تربص الى خارج الوطن هذا شيء غير معقول، هذا شيء غير مقبول، إهانة للجزائر في الوقت اللي رانا نقولوها ونعودوها للمرة الألف. رانا عندنا ملف ثقيل في الكاف باش نحتضنوا كان 2025، والأعداء راهم يتربصوا لنا لأبسط شيء باش يضربونا بهذوك الأخطاء. أنت تنقل لي تربص إلى طبرقة؟ لا، الجزائر كبيرة وشاسعة وعندنا منشآت رياضية ماشي بين عشية وضحاها، ما ولاش عندنا وين نتربصوا. كيفاش احنا راح نحتضنوا كان وما عندناش وين يتربص المنتخب الوطني ولا سيدي موسى؟ هذا شيء غير معقول تماما حكيم تماما. هذه أرضية سيدي موسى التي تصلح حاليا لزرع البطاطا أو مادة أو شيء آخر في هذه الأرضية، ولا تصلح لكرة القدم. ثم أذهب معكم مباشرة إلى ميدان براقي الذي دشن قبل فترة. هل هذه هي الصورة الحقيقية للرياضة ومنشآت في الجزائر؟ الكل يقول عصابة ولم يتم تحديد من هي العصابة. ألقاكم بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. أنتم تتابعون برنامج تساؤلات للحديث عن مباراتي الجزائر أمام تنزانيا الخميس المقبل، ثم مباراة ودية في داكار أمام السنغال. حرب المصالح تضرب الكرة في الجزائر. لماذا نتحدث هذا العنوان؟ لأنه للبحث عن رئيس جديد هناك فوضى كبيرة ومصالح كبيرة. مركز سيدي موسى يفجر غضب جمال بلماضي، وطرحنا العديد من التساؤلات، لأن جمال بلماضي وجد مركز سيدي موسى في حالة اصفرار. ميادين أخرى، كنا سنذهب إلى طبرقة ثم نذهب الآن إلى قسنطينة، والواجب توفير كل ضروريات المحافظة على هذه الملاعب، ولكن إلغاء ندوة صحفية أيضا كان فيها الحديث بجدل كبير. كان معنا منذ قليل زميلنا منير بن قاسي. دعوني نتواصل مع زميلنا مصطفى معزوزي. مساء الخير. مساء الخير الاخ حكيم، وتحيه رياضيه لكل متتبعي البرنامج تاعك. سعيد جدا دائما بالتواصل معك مصطفى، واحد من الزملاء الاعلاميين الذين اسعد دائما لما تكون معنا. مصطفى، ما الذي يحدث في الرياضه الجزائريه؟ تربص في الجزائر قبل يومين يلغى، كنا سنذهب الى طبرقه فيتهم المدرب، ثم نذهب الى قسنطينه لنتربص هناك، وقيل بانها اساءه لصوره الجزائر. ارضيات في الجزائر تعرف اصفرارا، في الخليج تعرف اخضرارا فوق درجة 50.
البعض مصالح أخرى في حرب من يكون رئيسا للفاف، ثم تدخل اللعبة في متاهة كبيرة. يبدو بأننا في نفق مظلم. مصطفى معزوزي. نعم والله العظيم، هذا الوضعية اللي تعيشها كرة القدم الجزائرية نقدر نقارنها بوضعية واحد يعني تائه في الغابة. يعني والله ما على بالنا الحلو راه. لكن أنا سي حكيم، أنا نسأل في حاجة برك. نعم. علاش ما نعرفوش نديروا التشخيص؟ لحد الآن التشخيص راهو خاطئ. كما قلت انت في المقدمه تاعك، حرب المصالح. كيفاش يا حاجة ربي نتكلموا على فضيحه، لانه الفريق الوطني رايح يتربص في طبرقه. تقول هذه طبرقه يعني ماشي مدينه شقيقه تاع شقيقه تونس، تقول هذه مدينه يعني عدوه. هذه اولا. نتكلموا على هذه الاهانه لاننا نتربصوا في طبرقه، وما نتكلموش عن الاهانه الكبرى. بلد اللي وضع ملف لاحتضان كان 2025، يعني مسؤولين الملاعب هذو يعني ما يقدروش حتى يديروا صيانه للعشب الطبيعي. هايلك الاهانه، هايلك السابوتاج، هايلك يعني كما يقولوا الحاجه اللي لازم نتكلموا عليها بكل قوه. اليوم كي تشوفها حكيم، كي تشوف يعني يعني راهم يتهموا الناخب الوطني بانه هو اللي يحب يروح لطبرقه، الوغ بالماضي والله ما يعرف طبرقه هذه. اللي اقترح اسم طبرقه هو يعني الامين العام تاع الفيدراليه، وكاين حتى مسؤول في الوزاره. هما اللي اقترحوا على الناخب الوطني حل يعني لازم يكون باش الفريق الوطني يتربص في ظروف جيده. طيب، هل كان يجب على بالماضي أن يحضر مسبقا، أم كان على الوزارة هي من تحضر تلك الأرضيات ومتابعيها مع مدراء هذه الأرضيات ومركز سيدي موسى؟ أين الخلل بالضبط في كل هذا؟ ثم مصطفى، لماذا حالة التشفي في الجزائر حول عدم إيجاد أرضية، ثم نذهب إلى على بعض، ثم نذهب إلى هذه الاتهامات؟ نعم حكيم، هناك تخبط في المسؤوليات. درك الناخب الوطني ماشي هو اللي يصون العشب، ماشي هو اللي يقوم بالامور الاداريه، هو يتكفل بالامور التقنيه. لكن يعني كي تشوف يعني هو الشاك ستاج. انا سمعت تصريح تاع التعقيب تاع مدير مركز سيدي موسى، وين يعني بعد المعلومات اللي خرجت يعني عن اصفرار كما راك تقول انت ارضيات المركز، يعني خرج بتصريح. انا ما فهمتش علاش يكذب الحقيقه. هذا لازم يتعاقب، لانه هو اعطى ضمانات للناخب الوطني باللي مركز سيدي موسى سوف يكون جاهز يعني لتربص الخضر اللي يبدا يعني ب 3 ولا 4 سبتمبر. طيب، شوف يعني هذا انا نقولها لك باللي سيتي سابوتاج. هذا حبوا يضربوا بالماضي بالفيدراليه ما قدروش، دونك حبوا يضربوه بطريقه اخرى. انا كي نشوف نتكلموا على الاهانات، يعني نتكلموا على بلد اسمه الجزائر، ولا تحب بلادك انت. الجزائر راهي مرشحه لاحتضان كان 2025. علاش انت منذ شهور راك تتكلم باللي الجزائر سوف لن تحتضن هذا العرس الكروي الافريقي؟ بديت تتكلم مع الفيدراليه، درتوا حمله شرسه، حمله قذره ضد زفزاف، لانه انهزم في الانتخابات من اجل عضويه في المكتب التنفيذي للكاف. ولكن تغاضينا الاهانه الكبرى، وهي انه عهده واحده لفيدراليه سوف تكون بسلط رؤساء. هؤلاء الحقيقه لازم نروحوا للعمق. لماذا هذو اعداء الجزائر الداخليين حبوا بكل ثمن يردونا 20 سنه الى الوراء،
لكن ليس بطريقه ديمقراطيه، بطريقه يعني خبيثه، وين يشنوا حملات على الجزائر كبلد، على الجزائر كمؤسسات. ورانا نشوفوا يعني اليوم الناس تشفى لانه ما عندناش ملاعب اللي قادره تحتضن تربص الخضر. والله كيف الحاله اخويا حكيم. طيب مصطفى، نحبوا الجزائر، هذا لازم ننتقدوا المسؤولين، لكن الجزائر خط احمر. طيب هذا من جهة، لكن هل أخطأ بالماضي بإلغاء الندوة الصحفية التي حرم من خلالها جميع الإعلاميين من معرفة هذه الحقيقة؟ أليس من الحق الإعلامي ربما يقول لك البعض بأن ينتقد جمال بالماضي مثل ما ينتقد الجميع؟ اسمع ولا غير نشوكيك حكيم. نعم. من عظم الله راني معاه. واش من ندوه صحفيه؟ راني نروح الندوات الصحفيه. اولا لازم اليوم نعترفوا احنا كصحفيين رانا نشاركوا في الفساد الرياضي، هذه واحده. ثانيا كي تروح انت لمركز سيدي موسى باش تحضر ندوه تاع بالماضي، باش نتكلموا على المقابلات، نتكلموا على كل شيء. هذا شيء آخر، هذه تنظيم للمنادوات. لكن أنا أتحدث، أنا سؤالي واضح مصطفى، أرجو أن لا تحول سؤالي، أرجو أن لا تحول سؤالي. وتعرف بعض الصحفيين، يعني كاين بعض الصحفيين نقولها وما نخافش من الكلمات، مأجورين باش انت يعني باش تروح تما باش تنتقد بالماضي باش يرضوا عليك الاسياد تاعك. لا انا ولا غير راني شوي داكور في الظرف الحالي، ولكن أليس من حق هؤلاء المعارضين أن ينتقدوا جمال بالماضي؟ فهو مثل الآخرين ينتقد. لا انتقد رياضيا، راني معاك، انتقد رياضيا جمال بالماضي، انتقد رياضيا زفزاف، لكن انتم درتوا حرب قذره وليتوا تنتقدوا الاشخاص. جبدوا له الصالير تاعو ما نجحوش، ومن بعد قال لك علاش ما يكونفوكيش ابراهيمي، علاش بزاف حوايج يعني خارجه عن نطاق مصطفى. اريد ان اختم معك في سؤال اخير. لماذا خرج معارضو بالماضي بهذه الحدة لانتقاده طبعا في عز اختيار أزمة رئيس للفاف؟ هل صحيح يريدون رأسه؟ مصطفى، سمحت إلى ما قاله الرئيس قبل فترة من الآن وعدناه إلى الناس تحسدك على هذا المدرب. لماذا ينتقد في هذه الحدة ويدخلونه في أي شيء؟ شوف، رئيس الجمهورية المحترم سي عبد المجيد تبون يعرف قيمة المدربين، وكي تكلم حاجة مليحة على بالماضي، لأنه يعني شاف العمل تاعو ماشي كشخص، فهمتني. لكن هذا اليوم ينتقدوا بالماضي، ينتقدوه لأنه عنده شخصية كبيرة، عنده كاريزما ما يسمح لهمش. كاين حوايج في وقت الفيدراليات السابقه، كاين امور يعني تصرى اليوم معاه ما تصراش، ما ينتقدوش رياضيا ولا تقنيا. هذو ما يدخلش في المخطط الجهنمي تاعهم باش يعاودوا الى الوراء. هذا